ما يا اخي ما نضحي بالفلوس ونطلع الجنسيه المصريه ويلعب بالجنسيه المصريه. يعني يبقى فيها تحرك، يبقى فيها تحرك حتى لا يلاحق العار النادي الاهلي على مدار تاريخه. وعلي معلول لو طلع اتكلم، لو ابراهيم فايق قال له تعالى معايا حلقه ماشي، وخد له مثلا اي رقم يستاهله، علي معلول يستاهل اي رقم ويظهر في حلقه ماشي، واتكلم بكثره نفس، لو بكى وعيط، لو قال ان انا ما رضيتش اروح بيراميدز وكان معروض عليا كذا وكذا وكذا وكذا، لو قال ما رضيتش اروح السعوديه وكان معروض عليا كذا وكذا وكذا وكذا، لو قال انا اهلاوي وبحب النادي الاهلي وضحيت من اجل النادي الاهلي وعشت ايام عظيمه في النادي الاهلي ماشي، لو جابوا اهدافه المؤثره في مسيره وتاريخ النادي الاهلي وعرضوها على الشاشه، وانت كجمهور تذكرت اللحظات المؤثره لعلي معلول في فوزك ببطولات معينه. ده علي معلول يعني صيت لعيبه باوفراته. احنا عمالين نقول لك عم منعم وجود الوداد، هو مين اللي عامل الاوفر؟ ما علي. اللي انا بتكلم فيه ان علي معلول ما بدل ما اقول هيبطل بعد كام شهر، ما اقول لا انا عاوزك وتلعب وتنقل خبراتك واوضه اللبس وقدم نموذج للشباب، اهو لعيب مش مصري وشوفوا قد ايه مخلص للنادي وعنده انتماء واللي مساله مش فلوس، مساله مش فلوس. اجيبه النهارده اقول له تعال امضي معاك 2.5 سنين